بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدور حديثنا اليوم عن علم من أعلام قراء القرآن الكريم، هو الشيخ محمد رفعت. ذلك الصوت النفيس الذي أخرجته أرض مصر الطيبة، التي طالما جاءت بالعظماء والعمالقة منذ فجر التاريخ. ورغم مرور عشرات السنين على رحيل قارئنا، فإنه لا يزال يعيش بيننا بصوته العذب الرخيم. محمد رفعت سيد المقرئين وإمام المرتلين وخير المؤذنين، الذي ملأ الأسماع بالخشوع والسكينة وعلمنا آداب الاستماع. ولد الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى في 9 مايو عام 1882 ميلادية، وتوفي في نفس يوم مولده 9 مايو عام 1950 ميلادية. وبين مولده ووفاته كانت حياته كلها على مدى 68 عاما عطاء للقرآن الكريم. بدأ الشيخ حفظه للقرآن في 5 من عمره، وأتمه في 9، وذاع صيته في ربوع مصر كقارئ للقرآن وهو دون 20 من عمره. وقد ولد الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى مبصرا، وما لبث أن فقد بصره في سن مبكرة، وتوفي والده وهو في 9، فوجد الفتى الصغير نفسه يتحمل مسؤولية أسرته. عاش محمد رفعت فقيرا ومات فقيرا، وهو الذي أسعد الملايين من المستمعين بصوته في حياته وبعد مماته، واعتنق الإسلام عدد من غير المسلمين تأثرا بصوته. لم يجعل محمد رفعت رحمه الله تعالى من القرآن مكسبا ماديا، فقد رفض ترك الوطن حين طلب منه أحد أثرياء الهند أن يقرأ له مقابل مبلغ ضخم من المال يساوي 800 فدان في ذلك الوقت. لم يكتب عن قارئ مثلما كتب عن محمد رفعت، ولم ينل أحد من الإعجاب والمديح مثلما نال محمد رفعت. فقد قال عنه الشيخ المراغي شيخ الأزهر إنه منحة الأقدار، وقال عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي إنه أحسن من رتل القرآن، وقال عنه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إنه عالم وحده يقشعر لصوته الأبدان، وقال عنه الشيخ محمد متولي الشعراوي القرآن ده لما تمشي من ناحية أحكامه وأحكام أحكامه كان الشيخ محصل، لأنه دقيق في أحكامه. فإن أريت الفن الأدائي في انتقال من المقامات كده اللي يسحب مش عارف الشيخ مصطفى، فإن رأيت حلاوة الصوت يبقى الشيخ عبد الباسط، وبعد ذلك أو قبل ذلك الشيخ رفعت، ففيه كل ذلك. كان الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى عزيز النفس، لا يقبل عطاء من أحد، فقد رفض 50,000 جنيه جمعت لعلاجه حينما أصيب في سنوات عمره الأخيرة بمرض الحنجرة الذي احتبس به صوته وأقعده عن القراءة. كانت حياة محمد رفعت سلسلة من الكفاح، وكان أكبر كفاحه لتنمية موهبته وصقلها، فدرس قواعد اللغة وعلم التفسير وفنون القراءات، وحفظ مئات الأدوار والتواشيح والقصائد، إضافة إلى موهبته المتميزة وإخلاصه الشديد في تلاوة القرآن الكريم. وعبقرية صوته هدية من الله، وأداؤه القرآني معجز، فصوته يحتوي على 21 مقاما من مقامات التلاوة، ومن هنا تأتي حلاوة تأثيراته التي لا حد لها. إخوة الإيمان، يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء
فضيلة القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع نقيب القراء. فضيلة الشيخ، بالرغم من مرور هذه الأعوام على رحيل الشيخ محمد رفعت، إلا أنه ما زال في قلوب المستمعين، فما السر في ذلك؟ إذا كان المرحوم فضيلة الشيخ محمد رفعت قد فقد نعمة البصر وهو في 3 من عمره، فقد أنارت آيات الذكر الحكيم بصيرته، وأضاءت تلاوته الصادقة قلوب سامعيه، وجسدت في أعماقهم معانيه الجليلة، وكانت وما زالت تعد شرحا وتفسيرا لها، وذلك لأن طريقة أدائه لم تكن تخرج من حنجرته الذهبية عن صنعة أو احتراف، بل عن فهم دقيق لحكمه ومراميه، وإيمان وجداني برسالة ربه إلى عباده ليعرفوا طريق الحق فيسلكوه، ويؤمنوا بعظمة منزلة على قلب رسوله الأمين فيطيعوه. وكان صوته صدى لعقيدته الراسخة، كما وأن قراءته ترجمانا لما يعتمل في صدره من حب لكتاب الله العزيز وعشق لكلماته القدسية، مما ملك عليه نفسه المؤمنة. لقد بلغ من تأثيره العميق على نفوس مستمعيه أنه كان إذا تلا آيات تحمل معاني الرحمة والمغفرة وتصف نعيم الجنة وتدفق أنهارها بخمرها ومعينها الفياض، حتى كأنهم يشمون طيب ريحها ويرتوون من رحيق عسلها، وقد جاشت صدورهم بالرغبة الصادقة في سلوك طريقها بإخلاص الطاعة والالتزام بأحكام الشريعة، حتى يلجوا بابها وتتلقاهم خزنتها قائلة لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الشيخ محمد رفعت على ما حظى به من شهرة طبقت الآفاق، وما خص به من حب وتقدير أودعهما قلوب الناس الكريم الرزاق، مطبوعا على التواضع يخفض الجناح لمخالطيه والمتعاملين معه، بثقة العالم العارف وخوف التقي الصالح، لا يسعى إلى كسب مادي أو نفع شخصي، يسبق بذلك أساتذة الزهد والتصوف، ولا يفكر في عرض الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى قد أودع في نفسه القناعة والتسليم بقضائه المكتوب، وسيظل صوته العبد إلى الأبد يردد آيات الله المباركة، مذكرا بعظمة القرآن الكريم ومعلما لحفاظه وقارئيه على أعلى مستوى من الدقة والإتقان. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كان الشيخ محمد رفعت متفردا في الأداء والأحكام. حول دقة فضيلة الشيخ محمد رفعت في أحكام التجويد وبراعته في التصوير يقول عنه الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية في ذلك الوقت، في لقاء مسجل له قبل رحيله: معلوم أنه لا يختلف اثنان على تفوق المرحوم الشيخ محمد رفعت بصفات حميدة متعددة قل وجودها في نظرائه من عذوبة في صوته وروحانية في أدائه وتلاوته وعناية بالقرآن وحسن أدائه، فتفوقه رحمه الله في عذوبة صوته تذكرنا بما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استمع لقراءته قال له: يا أبا موسى
لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أو قال من مزامير داود. وتفوقه في روحانية تلاوته ومحافظته على مخرج كل حرف من مخرجه الصحيح مع صفاته، وتفوقه في عنايته بالقرآن وحسن أدائه، تذكرنا بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه قال: لا تهذوا بالقرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. والدقل بفتح الدال والقاف هو أردأ أنواع التمر. كما كان رحمه الله واعيا، معنى واعيا لما يقرأ. وفضلا عن امتياز المرحوم الشيخ محمد رفعت بهذه الصفات المذكورة التي ذكرت، فقد علمت ممن سبقونا أنه كان يمتاز بصفة أخرى أصبح وجودها نادرا بين الزملاء، ألا وهي صفة الوفاء. فقد كان رحمه الله وفيا لجميع من يعرفه. فضيلة الشيخ، هناك ارتباط شديد بين صوت الشيخ محمد رفعت وشهر رمضان، هل هناك سر في ذلك؟ السر في صوت المرحوم الشيخ رفعت كما قلت هو الروحانية في الأداء، والروحانية في شهر رمضان بتظهر بجلال الصيام، فبتذكر الإنسان بأنه يعلق في آفاق السماء ويستمع إلى الملائكة، وهي تحضر أيضا للاستماع إلى المرحوم الشيخ رفعت رضي الله عنه. استمع إليه حينما يقرأ ويقف عند قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فستشعر بالملائكة تحيط بنا وتغمرنا السعادة. وأحب أن أبين أنني لم يسعدني الحظ بلقائي بالمرحوم الشيخ محمد رفعت، ولم أره في حياته إلا مرة واحدة حينما ذهبت إلى الاستماع إليه بمسجد فاضل باشا بضرب الجماميز الذي كان يقرأ به كل يوم جمعة. ولقد دهشت حينما وجدته نحيفا في جسمه، مع أن قراءته كانت قوية في المذياع كالسلاسل الذهبية، وسعد بها العالم في جميع بقاع الأرض، وكتب الله لها البقاء، مع أن تسجيلها كان بدائيا من الهواء، ولم أكن أعلم بهذا إلا بعد علمي بوفاته. إخوة الإيمان والإسلام، ولنا هذه الوقفة مع الأستاذ المرحوم حسين محمد رفعت، أصغر أبناء الشيخ محمد رفعت، من خلال برنامج أهل القرآن، والذي سجله الأستاذ عمر بطيشة خلال شهر رمضان عام 1405 هجرية. رغم أن صوت الشيخ محمد رفعت خلق من أجل الميكروفون وكان مخلوق لعصر الميكروفون، لكن للأسف الشديد ان هو ملحقش الميكروفون غير في السنوات الأخيرة فقط. تمام كده اللي حضرتك بتقوله. هو ده المظبوط. يعني الشيخ رفعت رحلة صوته في المدة الطويلة دي حتى دخل الإذاعة وهو كبير في السن. كان كبير في السن وقاعد يقرأ، يمكن مفيش أكتر من ما نعدها بالعقود والواحد واثنين، ما قراش يمكن اكتر من 3 سنين. الاستاذ حسين رفعت نجل الراحل العظيم الشيخ محمد رفعت، وماذا عن التسجيلات الحية اللي بنسمع فيها الشيخ رفعت وسط جمهور في مساجد يعني وتلاوات اذاعات خارجية؟ دي امال مين اللي مسجلها او جت ازاي؟ دي يا سيدي من الاذاعة برضه. دي 3 تسجيلات هم بس اللي موجودين. الكهف كان راح له النحاس باشا في الجامع بتاعه.
كانت الأجهزة بتاعت الهندسة دي ما تطلعش كتير، أو ما كانش في إمكانيات. أجهزة الإذاعة الخارجية ما كانش في إمكانيات. استسجلت ديت من فضل الله. والتانية بقى كان الملك فاروق. وأنا أذكر والله يا سامر يومها كلمني في التليفون. اللي هو مين؟ فاروق نفسه. الملك السابق. الملك السابق. سمعت صوته يقول منزل الشيخ رفعت. قلت له أيوه. حسيت بأنه هو الملك فاروق نفسه، مش وسيط ولا موظف عنده ولا حاجة. وبعدين بيقول لي والشيخ هيروح الجامعة النهارده. قلت له إن شاء الله. قال لي لا روح اسأله، وإذا ما كان يعني تعبان أو مش مزاجه مش تمام أو حاجة زي كده أنا مش ضروري أروح. أنا سألت الشيخ رفعت بقى. فأنا رحت قلت له أنا بقى أنا سامع الفاروق بيقول. قال لي قول له روح هنروح إن شاء الله، روح قول له. فرحت قلت له. قال لي لا يعني ما يهموش إذا كان في ارتباط أو بصحته أو بأي حاجة، ومش مش 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 متمكن، مش ضروري يعني يقدر يعتذر. فرحت له. قال لي لا قول له إن شاء الله رايحين إن شاء الله رايحين. ونستمع الآن إلى رأي الموسيقار محمد عبد الوهاب في صوت الشيخ محمد رفعت من خلال حوار أجراه معه الصحفي الأستاذ محمود السعدني. لحد النهاردة بتسمع قرآن؟ يا سلام، ازاي اسمع قرآن؟ بتحب مين من المخرجين؟ الشيخ مصطفى اسماعيل ده من الأحياء. ومن اللي انتقلوا يا رحمة الله الشيخ رفعت. أنا كنت بعيش تحت رجليه يعني. كنت صديقه؟ كنت صديق وتحت رجليه يعني. صديق كده ما بقاش فيه قرآن، وبعدين ما في قرآن ينقلب الصديق ده إلى خادم أقعد كده أسمعه وأنا تحت رجليه يعني. صوت الشيخ رفعت كان للدرجة دي يعني بيأثر فيك؟ كان صوت أنا أحسه فعلا بأنه بيخاطب الله فعلا. ما كانش بيقرأ، ما كانش محترف قراءة. كنت أحس بأنه قبل ما بيقرأ الآية فعلا بيحس بأنه بينقل لله وبيقراها له فعلا. ظليت على علاقة بيه لحد ما مات؟ لحد ما مات. يعني أنا أقدر أقول إن الشيخ محمد رفعت الله يرحمه له تأثير عليك؟ له تأثير على مشاعري، على أحاسيسي، على الروحانية. أنت بتسجل له حاجات؟ مثلا عندك حاجات له قديمة مسجلها له أو حاجة؟ لا مش مسجلها له، لكن كان في عندنا صديق هو اللي متولي هذا أيام ما كان التسجيل من الصعب، اسمه المرحوم محمد خميس، وكنا نروح نسمع عنده الشيخ محمد رفعت في مصر الجديدة. ويمكن هو ده اللي خدت الإذاعة من تسجيله الشيء الكثير له يعني. فالتسجيلات اللي بتذاع دلوقتي يعني بتدي حقيقة محمد رفعت ولا مختلفة؟ قليل جدا منها، يمكن تسجيل أو تسجيلين. يمكن صورة مريم بتدي شيء من الشيخ محمد رفعت في مقدرته وشباب صوته. طب انت يعني سيادتك بتحط الشيخ محمد رفعت بين المقرئين في اي طبقة؟ ملوش طبقة. انا من وجهة نظري في القرآن ملوش طبقة يعني. هو كان فريد في نوعه وبموهبة يعني، موهبة اكثر من الصناعة يعني. هو ما كانش راجل صنايعي زي ما يقول يعني. الشيخ علي محمود الله يرحمه قطعا كان من الناحية الصناعة اقوى بكثير. لما بتسمع الشيخ رفعت لحد دلوقتي يعني دلوقتي ايه الاحاسيس اللي بتشعر بيها بالظبط؟ والله الشيخ محمد رفعت بالنسبة لي بيفكرني بحاجات كتير جدا، مش بس مجرد سميع. لانه زي ما قلت لك الشيخ محمد رفعت انا عشته في طفولتي، وعشت في شبابي، وعشت في كبري. هو كان صديق وكنت بستمع إليه وكنت بحبه، فهو بيفكرني بكل شيء. ده غير المزية الكبرى اللي فيه التأدية الغريبة، اللي يعني التأدية اللي هي عبارة عن زي ما تقول الفن العربي بتاعنا يعني. النبرات الكثيرة الموزونة اللي زي الدانتيل الجميل، دي حاجة مش موجودة في أي صوت تاني أبدا. إخوة الإيمان والإسلام، من تراث الشيخ محمد رفعت الذي بين أيدينا قراءات من 54 صورة من صور القرآن الكريم في 20 ساعة تسجيلية.
يرجع الفضل في تسجيلها إلى عشاقه ومحبيه، وعلى رأسهم المرحوم زكريا مهران باشا عضو مجلس النواب المصري، والغريب أنه لم يره مرة واحدة في حياته. ولكن هذه التسجيلات ما كانت لترى النور بالمستوى الذي نسمعها به الآن لولا جهود مجموعة دؤوبة من مهندسي وفني الإذاعة المصرية. يسرنا في حلقتنا هذه عن الشيخ محمد رفعت أن نلتقي والأستاذ المهندس عبد العزيز قنديل مدير تسجيلات الإذاعة الأسبق. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. أستاذنا المهندس عبد العزيز قنديل، ماذا عن مستوى تسجيلات الشيخ محمد رفعت كما وصلت إلى الإذاعة بادئ الأمر، وكيف تطورت لترقى إلى ما نراه الآن؟ سيادتك هو الشيخ لما توفى إلى رحمة الله ما كانش الإذاعة عندها حاجة للشيخ بالمرة، شريطين أقصاه ما كانش عندها حاجة. نعم. فابتدت الإذاعة تجمع هذا التراث من عند الناس المحبين اللي كانوا بيسجلوا للشيخ. طبعا التسجيلات دي كانت بتتم عندهم في بيوتهم، يعني كان في ناس محبين للشيخ وجايبين أجهزة بيسجلوا له عليها لمزاجهم الخاص مش لحاجة تانية. نعم. فكانوا بيعملوا سهرات دينية في بيوتهم والشيخ يحضر ويسجلوا له. لما الشيخ توفى بصت الإذاعة ما لقيتش عندها حاجة. وأنا ما بقولش الإذاعة كانت مسؤولة عن الكلام اللي حصل ده، يمكن كانت الشيخ رغبته إنه ما كانش يحب إلا إنه يقرأ على الهواء على طول. نعم. فما كانش بيحتفظوا بتسجيلات إلا فيما نظر. بعد كده ابتدوا هذه التسجيلات يجمعوها وعليها بقى عمليات كبيرة وإصلاحات وترميمات عشان تطلع للناس بالصورة اللي هي موجودة عليها دي. نعم. إذا ما المبرر لعدم وجود تسجيلات فعلية للشيخ، رغم أنه من الممكن أن يتم التسجيل مع قراءة الشيخ على الهواء، يمكن أن يتم التسجيل له أيضا؟ هو المسألة كالآتي، في نقطتين. نعم. النقطة الأولى احترام رغبة الشيخ، كان يفضل دايما أن يقرأ على الهواء. نعم. وألا يسجل له، ما يحبش يذيع تسجيلات. نعم. الحتة الثانية انه عدد الأشرطة اللي كانت مملوكة للإذاعة في ذلك الوقت لا تتجاوز 200 شريط. ال 200 شريط دول كانوا موزعين على كل تراث الإذاعة، ولما كنت تحب تسجل حاجة جديدة لازم يمسحوا حاجة قديمة ويسجلوا الجديد مطلعها. نعم. الشرايط كانت موجودة ليها خاصية معينة مش موجودة في أي حتة إلا في إذاعات أو في إذاعات معينة، كمان مش كل الإذاعات، وبالتالي ما نقدرش إحنا نعمل حاجة إلا في حدود ال 200 شريط دول. إضافة لأن الشيخ ما كانش بيفضل موضوع التسجيلات، كان يحب يقرأ على الهواء. نعم. فكان المتابع أن كل شيخ من المشايخ الكبار العظام له يوم بيقرأ فيه، ومحب الشيخ ومريدينه يقعدوا ينتظروا القراية بتاعته في اليوم اللي هو بيقرأ فيه. إذا هناك مراحل فعلا ومجهودات بذلت لكي تتحول الاسطوانات من حالتها الأولى إلى الحالة التي نسمعها الآن. والله هو المسألة إيه، كانوا كل ما يلاقوا مجموعة اسطوانات عند حد، وطبعا زي سعادتك قلت زكريا باشا هو ده كان من عشاق الشيخ، وكان عنده يمكن أكبر قدر ممكن من التسجيلات. نعم. طبعا دي كلها الإذاعة جابتها ازاي، اشتريتها اداها لهم ما اعرفش. نعم. فهذه الاسطوانات جت الإذاعة على أساس إن إحنا نعمل منها حاجة. لما جت كانت متدمرة، الحاجات دي ليها طريقة حفظ معينة في جو معين، مغلفة بطريقة معينة عشان التراب والبتاع حاجات دي، ودرجة الحرارة والرطوبة وغيرها تؤثر عليها. ده بقى إيه، ما كانش فيه اهتمام. فاللي حصل بالظبط إن إحنا لقينا الاسطوانات دي ابتدينا أول حاجة نعملها إن إحنا نفرغ المادة اللي عليها، مش من حاجة إلا نغسل هذه الاسطوانات بالسبيرتو
ننضفها بتاع بحيث انه تشيل الوساخه والتراب والحاجات اللي عليها بتاع، وابتدى ننقلها باحسن صوره حسب الممكن او المتاح. بعد كده بقت موجوده على شرايط، كان بعد كده الشرايط اتطورت وبقى في شرايط البلاستيك جت، فابتدينا نسجل عليها. وهذا العمل شارك فيه عدد كبير من الزملاء، يعني كل واحد في الفتره بتاعته ساهم بجهده في هذا الموضوع. أيها الإخوة المؤمنون، وسوف يظل القرآن الكريم أحسن الحديث وأعذبه إلى أبد الآبدين، يحفظه الله تبارك وتعالى في قلوب هي أوعيته، القلوب التي استقبلته ثم أذاعته بما تملك من موهبة الصوت الذي يشع جمالا وكمالا. وفي طليعة هذه الأصوات صوت محمد رفعت. لقد كان صوته هو الجمال بما منحه الله من الرقة والخشوع، وهو الكمال حين يغترف لسانه من قلب ودود معمور بالتقوى مغمور بالجلال. إن صوته لا يأتي من عقله مجردا يعطيك ثم لا يؤثر فيك، وإنما هو موهبة من الرحمن. إن الشيخ حين يقرأ إذا بك تتمنى أن تكون جوارحك كلها آذانا حتى تنهل من هذا النور العلوي جمالا يسري في دمائك. ويحملك الصوت الأثير على موجات الأثير ليأخذ من نفسك ووعيك، حتى إذا قال صدق الله العظيم تقول حقا صدق الله العظيم.